والله من المؤسف ومن المحزن ان انت تشوف فيديوهات زي كده، يعني ان واحده طالعه او زوجها بيصورها او قصه طويله عريضه. سبحان الله العظيم اللي بيحصل يقول لك اصل انا يعني يا عمي ايه المشكله يعني. لكن احب اقول لك كلمتين لوجه الله تعالى. سيدنا النبي قال لا يدخل الجنه ديوث. قالوا ما الديوث يا رسول الله؟ قال الذي لا يغار على عرض واهل بيته، ما بيغارش عليهم، مش مطلعهم مثلا في لايف او احكام او تلعب جوله مع حد او القصه دي كلها. ده متخيل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ذلك وما ينطق عن الهوى. فانت ليه تخلي مراتك عرضه لده او ده ويرجع يقول لك ده بيتي انخرب؟ اصل عرفت واحد تاني وكلمت فلان ده وقال لها كلمتين او اغراها بفلوس وهتطلق مني. طب ما انت السبب ليه؟ كن رجلا استخشوشينه فان نعمه لا تدوم. غار على اهل بيتك كده. لا انت رايحه فين؟ انا هعيش والله يبقى على كده عاجبك عاجب، مش انا راجل كده. مش لا النهارده انت متخلف حريه تسيب كل واحد على راحته هي؟ لا مش حريه. كل راع مسؤول عن رعيته، هنسال على ذلك. خلي بالك من بيتك ومن ولادك وربنا يحفظنا، لان القصه دي انتشرت كتير جدا. نسال الله العفو والعافيه، ربنا يحفظنا ويحفظكم. لو وصلت لحد هنا صلي على النبي.